كترجع مرة أخرى يبحث على التمرير كيمرر مترابطات كيغلقوا المرورات. فرصة لصالح رغبة التطواني. زيد كروش بعد ما ضيع الوداد 4 المحاولات ولا 5 محاولة واحدة للمغرب التطواني عنوان الهدف الأول. شعلت مدرجات الجماهير التطوانية بهذا الهدف لأن الوداد ضيع 4 و5 فرص، كرة واحدة لتطوان أصبحت هدف في مرمى نادي المياغري. كيف ما كنقولوا يمكن نقولوا بلغة الكرة غفلوا الدفاع ديال فريق الوداد في هذه الكرة. لاحظوا الإعادة عفوا على هذا المصطلح، لكن هذا هو الواقع لأن بسرعة كانت تمريرة بلحظة بثانية سنتيمترات قليلة أصبحت هدف في شباك الحارس نادي المياغري. الميموني مرر وكروش سجل هدف مقابل لا شيء. الوداد الآن مطالب باش يرجع بالنتيجة هنا امام فريق المغرب التطواني المتقدم بهدف مقابل الشيء. زيد كروش يتألق بهذا الهدف. مرة أخرى المغرب منطقة العمليات كترجع من جديد، فرصة إمكانية التسديد من الجهة اليسرى والبحث عن العرضية. هدف التعادل للوداد عن طريق عرضية وراسية. اللاعب مالك إيفونا هو من سجل الهدف، أما اللاعب الحواصي هو صاحب الراسية. نعم الحواصي. لاحظوا الجماهير الودادية تتفاعل والتي أصبحت تتقاطر على المدرجات في هذا الأثناء. والحواصي بنيران صديقة، نيران الأمس التي تحولت اليوم في لحظة لهدف من زميل الأمس الحواصي بعد عرضية فتاح. الحواصي يعادل النتيجة هدف مقابل هدف. بطاقة صفراء الآن. لمن البطاقة؟ للاعب زهيد أظن. هناك بطاقة صفراء لمن البطاقة؟ غادي نتابعوا الإعادة، غادي نتابعوا هذا الركنية. سعيد فتاح كتلعب كرة دايرية، البحث عن راسية. مالك إيفونا يسجل الهدف الثاني بعد ما ضغط عليه الجمهور، والجمهور ما كانش راضي على أدائه، والجمهور كان راغب على أن يكون تغيير المالك إيفونا، وحتى شفنا أن توفيق جروطن هو البديل وكيستعد للدخول، لكن مالك إيفونا يجيب الجمهور ويسجل الهدف الثاني ويقول أنني سأبقى حاضر في هذه المقابلة. مالك إيفونا لولا ضغط الجمهور لما عاد وسجل الهدف الثاني. شوفوا الإعادة لهذا الهدف. رفع الكرة فتاح والراسية كانت من عطوشي، ومالك إيفونا يسجل الهدف الثاني للوداد. هدفان مقابل هدف، تغيرت النتيجة. كرة الجهة اليمنى من جديد، تعود للمغرب التطواني اللي كيبحث عن تعديل النتيجة. كرة أخرى داخل منطقة العمليات، فرصة لصالح المغرب التطواني. مغرب أتلتيكو تطوان يعود بكل هدوء في النتيجة بعد ما مرة أخرى شبيه بسيناريو الجولة الأولى. فريق الوداد ضيع مجموعة من الفرص، سجل 2 ديال الأهداف لكن ضيع فرص، والمغرب التطواني يعود ويسجل هذه المرة هدف التعادل. هدفان في كل شبكة. اللاعب سهير نعيم يسجل الهدف الثاني، هدف التعادل
طريقه جميله، لاحظوا بكل هدوء، مترابطات بين عناصر مرمى تطواني، تمريره وتلعبات كره وتسجيلات في مرمى الحارس نادر المياغري. مهدي الباسل وجود اسماعيلي، والتسديده كانت من اللاعب زهير نعيم. هناك بطاقه حمراء لمن كانت في كرسي الاحتياط.